في حياتنا بنقابل الخير والشر، وبنقابل ناس بتتكلم علينا بخير وناس بتتكلم علينا بشر. وطبعا اللي بيتكلم عليك بشر بتحس بضيق في صدرك وبتتضايق، وليه هو بيقول عليا كده وممكن تغضب. طب الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحصل له نفس الكلام ده، قالوا عليه شاعر، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه مجنون، وكان الرسول بيتضايق. وربنا نزل له قرآن من سابع سما بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني ربنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لما يضيق صدرك أو تسمع كلام يضايقك فقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وأفضل نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ونكون من الساجدين، يعني دايما نصلي وما نتركش أي صلاة، وربنا إن شاء الله يصرف عنا كل ضيق.